قبل ما اتكلم معاك في تحليل ماتش النادي الاهلي والجيش الملكي، خليني اقول لك ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي هيتعمل معاهم الجلاشه. تقريبا الناس ناسيه فوزي الاقجع والجامعه المغربيه ان هم تقريبا اكبر اصلا واقوى من الكاف. يا راجل ده لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، الكاف ما نزلش يبارك طبعا للسنغال لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها. وتخيل كم التجاوزات اللي حصلت في المغرب من جماهير الجيش الملكي، وفي الاخر رست على ايه؟ على ماتشين. فتخيل بقى النادي الاهلي هيحصل معاه ايه. ده لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي ما عداش 24 ساعه على احداث ماتش النادي الاهلي والجيش الملكي، والكاف نزل بيان. كل ده ما يلفتش نظرك لحاجه؟ كل ده ما يخليكش تاخد بالك ان في حاجه اسمها فوز الاقجع والجامعه المغربيه ان هم اقوى من الكاف؟ فخليك مستعد ان ممكن النادي الاهلي لحد اخر البطوله يحاسب على المشاريب، وممكن ما تلقاش جماهيره طبعا لحد اخر البطوله. توقع كده. ومش بس كده كمان، ده اداره الجيش الملكي المغربي بعد الماتش نزلت بيان ان هي هتعمل بلاغ للكاف وتشكي كده جماهير النادي الاهلي. طب النادي الاهلي هنا لما حصل بقى تجاوزات من الجيش الملكي عمل ايه؟ طلع برضه وقال لك ايه؟ اصل احنا نحافظ على العلاقات. انا مش فاهم علاقات ايه؟ دي ماتش كوره. علاقات اللي هتحافظ عليها؟ هو احنا طالعين نحارب؟ هو ايه المشكله لما تقدم شكوى وتحافظ على حق جماهيرك وتحافظ على حقك؟ نفس الكلام ده برضه حصل ساعه ماتش الهلال السوداني، لما جماهير الهلال السوداني حبست هنا جماهير النادي الاهلي وحبست النادي الاهلي جوه الملعب، وما كانوش عارفين يطلعوا من الملعب، والداخليه كلها كانت ماليه الملعب. وقتها برضه طلع انبطاح النادي الاهلي وقال لك لا مش هنقدم شكوى حفاظا على العلاقات. انا مش فاهم علاقات ايه مالها ومال الكوره. ماتش كوره ماله ومال السياسه، او مال عامه مال العلاقات بين الشعوب. متقدم شكوى وحافظ على حقوقك وحافظ على حق النادي الاهلي وحافظ على حق جماهيرك. ولكن انبطاح النادي الاهلي مره ورا مره ورا مره، فطبيعي يا جماعه اي فريق هتعمل معاه تجاوزات هيقول لك لا هعمل شكوى. طب انت فين من الشكاوات دي؟ مفيش. فانبطاح النادي الاهلي هو اللي خلى كل الفرق تتجرأ على النادي الاهلي وتتجرأ برضه على جماهير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي واداره النادي الاهلي لو حافظت على حق جماهيرها من الاول ما كانش يحصل شغب تاني، ولا كان جماهير النادي الاهلي هترد طبعا على اللي عملوه جمهور الجيش المغربي. فطبعا هي توازن، والسبب في كل ده زي ما بقول لك انبطاح النادي الاهلي. خلينا بقى نسيب كل ده ونتكلم بقى على الماتش ونتكلم على الفنيات وايه اللي حصل امبارح. وحاليا في انقسام بين جماهير النادي الاهلي، ناس تقول لك تروب كويس وناس تقول لك لا تروب مش كويس، ناس تقول لك لا يقعد وناس تقول لك يمشي، ناس تقول لك اللعيبه عنده وناس تقول لك لا اللعيبه عند اللعيبه. ولكن تعالى بص كده على الماتشات اللي فاتت، وتعالى برضه بص على ماتش امبارح. خلينا في ماتش امبارح. ايه اللي حصل امبارح؟ انت وصلت بكوره واثنين وثلاثه، فضلت تقاتل لحد اخر 90 دقيقه، ولكن التوفيق ما كانش معاك، ضيعت كوره واثنين وثلاثه. فايه اللي كان مطلوب؟ طب هسألك سؤال تاني، لو كان جه هدف طبعا من الفرص بتاع امبارح دي كلها، كنت هتطلع وتقول ان تروب مش كويس؟ لا، هو تروب راجل وصلك. الراجل هو عنده شويه عناد. اقتناعه بكوكا دي قناعات شخصيه ممكن تتغير مع الوقت، ولكن بالعمري بدأ يدخل في الجيم. لكن كنظره عامه لا، انت كنت كويس امبارح. فتعالى بقى نتكلم النادي الاهلي بدأ ازاي. النادي الاهلي بدأ بطريقه 4 2 3 1. اعتمد طبعا على 2 رقم 6 ديانج ومروان عطيه، والراجل واضح ان هو بيعتمد على الثنائيه دي بشكل كبير جدا، ومش هيقدر طبعا يستغنى عنها. وعنده قناعات كبيره جدا بمروان عطيه، وعنده قناعات كبيره برضه بديانج. وتقريبا بالنسبه له هو ديانج هو الورقه الرابحه في كل طبعا الماتشات. ولكن مع عوده امام عاشور، تروب بقى هيعمل ايه؟ هل كل الاوراق دي هتتلخبط؟ هل هيعتمد فعلا على ديانج ومروان عطيه ومعاهم محمد علي بن رمضان ويخلي امام شويه على الدكه، ولا هيستغنى عن واحد من الاثنين رقم 6 ويحط امام عاشور؟ وده اللي انا بفضله. ليه انا بفضله؟ لان معظم الفرق اللي بتلعب قدامك بتلعب لو بلوك، بتلعب دفاع متاخر، فانت محتاج تهاجم. فكره ان العب باتنين رقم 6 دي لما اكون انا محتاج امن زياده عن اللازم. يعني مثلا امبارح في ماتش الجيش الملكي انت مش محتاج تلعب باتنين رقم 6. الاثنين رقم 6 بيديك تامين زياده وبيديك قوه دفاعيه اكتر، ولكن انت بتلعب قصاد الجيش الملكي اللي هو جاي يتعادل اصلا قصادك او يخطف كده جون وينام عليه. فانت ليه تلعب باتنين رقم 6؟ لو لعبت بديانج او مروان عطيه واحد منهم وكان معاهم امام عاشور ومحمد علي بن رمضان، فانت بتعمل كثافه هجوميه وبتحاول تزود العدد وبتحاول برضه تعوض النقص الهجومي بتاعك، ان انت ما عندكش مهاجم. مع احترامي لمروان ومع احترامي لكاموش هنتكلم عنهم، ولكن انت لما تعمل زياده هجوميه ويكون عندك حلول التسديد من بره المنطقه، ده بيديك دفعه اكبر. تعال برضو للجناح الشمال، انت عندك مين دلوقتي؟ بن شرقي في غياب تريزيجيه. بن شرقي مؤثر، طبعا مؤثر، راجل احسن واحد بيلعب كره على الارض، احسن واحد يقدر يديك ثرو باص كده من نص الملعب، ولكن هو معهوش باك شمال. كوكا الراجل بتلاقيه منفصل تماما 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 عن بن شرقي. بن شرقي بيهاجم في حته وكوكا طبعا بيدافع في حته، فهل دي واجبات دفاعيه بحته؟ كوكا طيب ما حدش بيعرف يعمل معاه اوفرلاب. كوكا حتى لما بيطلع لا، بن شرقي بيضم لجوه وياخد الكره ويدخل لجوه. ده بغض النظر طبعا ان عرضيات كوكا اصلا ملهاش اي 60 لازمه يعني اصلا. حتى لو اتلعبت وعمل اوفرلاب وعمل عرضيه مش هتوصل. ولكن انت لما يكون عندك هنا جناح قوي ويكون معاك باك شمال قوي هتعمل جبهه قويه. لما يكون معاك هنا بن شرقي ومعاه هنا مثلا بالعمري، لا دي جبهه قويه. بالعمري سريع، اوفراته كويسه. طب كوكا من الناحيه الدفاعيه ماشي كويس، ولكن احنا مش هنفضل ندافع. احنا معظم الفرق اللي بتلعب قصادك بتلعب جيم دفاعي.
فانت امتى بقى تعمل بقى جبهه قويه؟ امتى بقى هيكون عندي واحد باك شمال؟ من ساعه رحيل علي معلول، من ساعه رحيل علي معلول وتقريبا كل باك شمال بيجي لا بيصعبها. علي معلول صعبها على الكل، مش عارفين نشوف حد بقيمه علي معلول. فيمكن اهو بالعمري يكون في يعني النفس شويه، فنحاول نجرب نديه فرصه. وبرضه تصريحات تروب في خلال المؤتمر الصحفي غريبه، يعني لما يسال يقول للصحفيين انتوا مقتنعين ان بالعمري افضل من كوكا ويضحك ويستهزأ، برضه دي مشكله. تصريحاته برده ما كانش موفق فيها. فدي من ناحيه الباك الشمال. تعالى بقى نروح للناحيه اليمين وهي في حاله وجود طاهر. هل طاهر امبارح كان كويس؟ كان كويس، من افضل اللعيبه طبعا في المباراه. ولكن هل تقدر تقول ان طاهر هو ده الاساسي بتاع النادي الاهلي؟ لا. لان انت عارف وانا عارف ان طاهر بيلعب ماتش و20 لا، بيديك ماتش كويس و20 لا. طاهر امبارح عمل كل الواجبات اللي محتاجها تروب، كان بيقدر يقطع ورا الباك الشمال بتاع الجيش الملكي واللي هو المدافع، اللي هي الحته الفراغ اللي بين الاثنين اللي هو متعود النادي الاهلي يلعب اللعبه دي. ولكن هل طاهر يستمر؟ لا. لا، النادي الاهلي محتاج جناح يمين في حاله طبعا غياب زيزو. لا، حسين الشحات بعيد عن الفورمه، وبرده يعني طاهر ما تقدرش تعتمد عليه. على بقى نفترض ان الكره وصلت اصلا من الناحيه الشمال ومن الناحيه اليمين، ناحيه بن شرقي ومن ناحيه طاهر، مين بقى اللي هيسجل؟ انت ما عندكش حد يسجل. مروان الراجل بيقدر يتحرك ويقدر يعمل لك كده خلخله في دفاع الخصم، ولكن الراجل مش هداف. الراجل ما عندوش قوه ان هو يلعب بالهيدرز، ما عندوش قوه جسمانيه، التصويب من خارج المنطقه ما عندوش الحاجات دي. الراجل بيعرف يتحرك ولكن يفتقر طبعا لمميزات المهاجم المميز. تعالى بقى الكاموش، وكاموش ده قصته قصه بصراحه. الراجل يعني انت جايبه محترف، فانت المفروض واخد مكان محترف، فالمفروض ان هو جاي يعوض وسام ابو علي. وسام ابو علي هو كان هداف بتاعك، كان من نص فرصه بيجيب لك جون تقريبا، من لا هجمه كان بيجيب لك هجمه ويجيب لك جون. فكاموش الراجل 3 ماتشات ب3 انفرادات. انا هتجنن على الكوره بتاع امبارح، اوفرلاب كويس جدا من طاهر. انت محتاج ايه تاني؟ طلعت كويس، وجه يا راجل. توجيه الراجل للكوره ما ادلوش ان هو مهاجم اصلا. مفيش يا جماعه، مفيش خالص. ارجع بقى للماتشين اللي فاتوا، الكره اللي هي طبعا كانت قدام المنطقه ويقدر يلعبها برجله الشمال وراحت قلشت طبعا، ما اعرفش يعني راحت فين، راحت كورنر تقريبا او راحت اصلا رمي التماس. فالراجل يفتخر اصلا ان هو يقدر يحط الكره تحت رجله، بيفتخر طبعا ان هو الباص بتاعه، التحركات بتاعته مفيش. طب هنقول مثلا تحركاته كويسه ممكن يجي مع الماتشات، لا مفيش والله خالص. الراجل تحس ان هو عامل زي دوت الاسكارس كده، ميته في المنطقه، مش موجود. طب امبارح الاوفر لما اتلعب وجه، هو الراجل طلع كويس، التوجيه ده يدل والله ان هو مش مهاجم. طب تخيل بقى لو كان جاب الجون ده، انا كنت هقول لك ان الراجل ده هتفتح معاه ونحاول نديله فرصه، لان ده ماتش ممكن يعليك طبعا لسبع سما. ولكن انت حتى لما جيت تشارك مالكش تاثير، ما ظهرتش اصلا. فالنادي الاهلي امبارح كان كل لعبه فعلا، كان كل المحور بتاعه في نص الملعب. محمد علي بن رمضان كان هو اللي بيعمل كل حاجه في الملعب امبارح، كان هو اللي بيحرك الكره يمين وشمال، وهو اللي بيعمل اختراقات. وحتى الفرص اللي جت لمحمد علي بن رمضان منهم اتنين هو اللي صنعهم بنفسه. زيد بقى كده لما نزل امام عاشور، ايه اللي حصل؟ رجع بقى محمد علي بن رمضان رقم 8 وطلع قدامه امام عاشور بقى رقم 10. ايه اللي حصل؟ بقى عندك زياده هجوميه، بقيت اخطر اكتر. الاستحواذ السلبي بتاعك لا اتحول لايجابي. كوره واتنين من امام عاشور اتشاطوا، زيد عليهم برضو كوره من محمد علي بن رمضان، كوره من بن شرقي، كوره من حسين الشحات، تسديده من طاهر. كل ده حصل امتى؟ لما انت استغنيت عن واحد من رقم 6 ونزلت اتنين يلعبوا، واحد رقم 8 واحد رقم 10، اتنين عندهم النزعه الهجوميه، فبقى شكلك احسن في الملعب وبقى عندك زياده هجوميه. فالنادي الاهلي لا، النادي الاهلي مش اللي يدافع. انت بتلعب وسط ارضك وجمهورك، لا، فانت محتاج دلوقتي تعمل ايه؟ محتاج تهاجم، لان كل الفرق اللي هتيجي قصادك تلعب في مصر هتلعب جيم دفاعي. زياده التامين الدفاعي معاك، ولكن يا ديانج يا مروان عطيه. ولكن انت كل الماتشات انت محتاج تكسب، انت محتاج تجيب جون وهدف، وخاصه الماتشات الجايه. فالنادي الاهلي انا من وجهه نظري لازم يعتمد على محمد علي بن رمضان وامام عاشور الاثنين مع بعضهم في الملعب، مع عوده تريزيجيه وزيزو وبن شرقي، ونحاول ربنا يكرمنا بمهاجم يعني يكون فايق، او نلعب ببن شرقي مهاجم ويرجع كده تريزيجيه ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين، ونلعب بامام عاشور طبعا رقم 10. اعتقد شكل النادي الاهلي هيكون افضل. فبالتوفيق للنادي الاهلي. ماتش الجيش الملكي خلص، كل حاجه حلوه فيه خلصت، كل حاجه وحشه فيه خلصت. نركز بقى في الماتشات الجايه ونتقابل على خير في فيديو تاني.